بيبدأ فيلمنا مع الأسد سام واللي بيحكي عن مواجهته مع الأبقار المتوحشة وإنهم كانوا محاصرينه من كل الجهات وقد إيه هو بطل وزئيره بس قدر يطيرهم كلهم ويعمل عاصفة شديدة في المكان وتراب كتير. وبعدها بيواجه التور كبير الأبقار المتوحشة واللي حجمه بيكون مخيف جدا وكبير قوي، ولكن برضه لما بينقض التور على الأسد بيستجمع كل قوته وبيزقر من تاني. وقتها بيطلب سام من ابنه الصغير إنه يزقر، فابنه ما بيعرفش وبيطلع منه صوت قط ضعيف كمان. فالشبل راين بيتخيل وقتها الأبقار المتوحشة وهم بيضحكوا على إنه ضعيف، وسام بيحاول يحسن من نفسية ابنه عشان ما يحرجش ويقول إنه زار أقوى من الأسبوع اللي فات. ولكن راين بيكون مصمم يروح البرية عشان يتعلم يزقر زي الأسود هناك، وده لأن سام وراين بيكونوا في حديقة الحيوان وحياتهم هادية والأكل بيجيلهم بدون تعب. ولكن سام لما بيسمع ابنه مش بيقتنع بكلامه وبيقول له: يا ابني إحنا هنا عايشين عيشة محدش يحلم بيها، إزاي بتطلب مني أرجعك البرية وسط الحيوانات المتوحشة والخطر من تاني؟ فراين بيقول لأبوه إنه عنده طريق يقدروا يوصلوا من خلاله للبرية، وفي نص كلامهم بيجي سنجاب اسمه بن وبيطلب من راين إنه يجي يتفرج على البطولة بالليل لأن هو وباباه بيكونوا مشتركين فيها. راين أول ما بيحس باليأس بيسيبهم ويمشي، وسام بيستغل فرصة وجوده مع بن لوحده وبيفضل يشكيله إن راين مش عارف يزقر، وبيسأل هي فين المشكلة، وبيقول إنه لما كان 11 سنة كان بيقدر يزقر عادي. فبن بيقول له يهدى وما يستعجلش على راين، وأكيد هيجي يوم لراين وهيزقر عادي. في نفس اليوم ده بالليل الناس بتكون مشيت من حديقة الحيوان، والحيوانات لما بتتأكد بيبدأوا يتحركوا براحتهم، وبن بيتمشى مع سام وبيقول له إنه معجب ببريدجت الزرافة. سام بقى بيكون مشغول براين وبيروح له ويقول له إنه منتظره عشان يشجعه في البطولة، لكن راين مش بيهتم بسام وبيمشي. وبيظهر الكنجارو وفرس النهر وبيقولوا لراين إنهم رايحين يضايقوا الغزال. راين بيتبسط وبيحس بالحماس وبيوافق يروح معاهم، وفي الوقت ده البطولة بتكون بدأت وفريق سام بيفوز في البداية. ولكن بتحصل حاجة غريبة جدا، لما راين وأصحابه بيروحوا للغزال راين بيزقر والفرس والكنجارو بيضحكوا عليه. ولكن الغريب إن الغزال لما بيسمع صوته بيخاف وبيجروا على مكان البطولة، وعددهم بتكون كبيرة جدا وبيبوظوا الماتش خالص. وسام بيلمح ابنه وبيعرف إن هو السبب، وبيروح سام يتخانق مع ابنه راين وبيزعق له لأنه هدد كل الحيوانات بتصرفاته دي. فراين بياخده على خاطره وبيمشي بعيد لوحده. وفي الوقت ده راين بينط جوه عربية ما يعرفش هتوديه فين، وأبوه بيشوفه وبيجري عليه يحاول يخرجه لكنه بيفشل والعربية بتمشي. وقتها سام بيروح بسرعة على الحمامة وبيسألها العربية دي بتروح على فين، فبتقول له عندي تمثال الحرية. وبعدها بتتاخد حمولتها على سفينة، والسفينة بتروح البرية مش بترجع تاني. سام بيقرر إنه يروح ينقذ ابنه لوحده من غير ما ياخد حيوانات معاه، ولكن أصحابه بيبقوا مصرين على مساعدته وإنهم يروحوا للبرية مع صديقهم. وقتها بنشوفهم كلهم راكبين في عربية الزبالة ما عدا بن، واللي بتكون بريدجت وقعته بديلها بدون قصد. وسام بيتضايق جدا إن بن مش معاهم لأنه أقرب أصدقائه، وهو أصلا بيكون قلقان من المشوار ده. وبتقف العربية فجأة فبينزلوا كلهم، ولكن بيلاقوا مجموعة كلاب فبتحاصرهم، وسام بيكون مقلق منهم جامد. فأصحابه بيلاقوا طريق ينزلوا من البلاعة، فبينزل سام معاهم لأنه بيخاف من الكلاب، لدرجة إن بريدجت بتستغرب وبتسأله عن سبب عدم مواجهته للكلاب. فبيقول لها إنه مش فاضي للتفاهات دي وبيعمل إنه فيه اللي مكفيه ومحتاج يلاقي ابنه. فبريدجت مش بتقتنع بكلامه، وبعدها بيشوفوا تماسيح وسام بيخاف برضه، ولكن التماسيح مش بتعمل لهم حاجة بس بتسأله إيه اللي جابهم في البلاعة. فسام في الوقت ده بيتكلم وبيقول لهم إنه محتاج يوصل لتمثال الحرية، والتماسيح بيحاولوا يشرحوا له يمشي إزاي لكنهم مش بيعرفوا، فبيضطروا يوصلوهم لهناك بنفسهم. في وسط ما كلهم ماشيين لمكان تمثال الحرية التماسيح بتاخدها فرصة وبيفضلوا يتريقوا على نايجل وشكله، لأن نايجل بيكون مشهور جدا بين البشر على إنه دبدوب. وأخيرا بيوصلوا لتمثال الحرية وبيشوفوا الصندوق اللي راين موجود فيه محطوط على سفينة كبيرة وبتبدأ تتحرك. فالحيوانات بتتحرك بسرعة جدا عشان تلحق راين، وبعدها بيتفاجئوا إنهم على ظهر مركب، وسواق المركب لما بيشوفهم بيتصدم وما بيعرفش يعمل إيه، فبيقرر يرمي نفسه في البحر. وفي الوقت ده مش بيكون قدام سام أي حلول غير إنه يقود المركب بنفسه، وبيتفادى إنهم يخبطوا في السفينة. وللأسف بيفقدوا سفينة راين وبتبعد عن أنظارهم جدا. ولكن في اللحظة دي بتحصل مفاجأة، بيظهر صديقهم بين على ظهر وزة طايرة بيه لفوق وبيدلهم على مكان سفينة راين. وسام وباقي الحيوانات بيتحركوا مسافة طويلة قوي عشان يوصلوا لراين، وفجأة بيوصلوا لجزيرة كبيرة جدا وبيكون فيها بركان هيثور. بينزل سام بسرعة يدور على راين لكنه بيدخل غابة، فبيدخل سام ورا ابنه وبيفضل يدور عليه في الغابة وبيحاول يشم ريحته، وبيمشي بسرعة والحيوانات وراه. وأول ما بيوصل للريحة للأسف بيطلع حيوان تاني مش هو راين. وقتها بريدجت بتستغرب جدا وبتقوله بقى مش عارف تشم ريحة ابنك، فبيقول لها إنه جعان جدا ومن شدة الجوع بيفشل في تمييز الريحة. فبنشوف نايجل وهو بيعرض عليه ياكل حيوان تاني،
ولكنه بيقرف جامد وبيرفض، وكله بيستعجب من تصرفاته. وقتها بيقرر سام إنه يفجر لهم المفاجأة اللي ما كانش حد يتوقعها، وهو إنه كان بيكذب عليهم وإنه عمره ما راح البرية، وكمان إنه كان أسد سيرك، وبيطلب منهم يسيبوه في الغابة ويهربوا لأنه مش هيقدر يحميهم ولا حتى يحمي نفسه. وساعتها نايجل وبريدجيت ولاري بيقرروا يرجعوا تاني لحديقة الحيوان، ولكن بن بيقول لهم إنهم أصدقاء سام الوحيدين، وإنه ما عندوش اللي يساعده هو ولا ابنه، وبيشجعهم إنهم يستمروا مع سام. والحيوانات بتقتنع وبيكملوا طريقهم ورا سام. وفي الوقت ده بنروح لراين، واللي بيلاقي فرس نهر صغير وبيروح يتكلم معاه، وبعد ما بيستلطفوا بتيجي أمه وبتكون قد الدهية، فراين بيخاف منها وبيهرب. وبنرجع للحيوانات تاني، وبن بيكتشف إن صاحبهم نايجل اختفى فجأة، وبيشوفوا قدامهم مجموعة من الأبقار الوحشية اللي بتكون غضبانة جدا من وجودهم. وبنروح لنايجل واللي بيكون راكب فوق دماغ بقرة ومش فاهم هم أخدين ورايحين على فين، والأبقار بتكون أخدة نايجل للبركان. ونايجل بيترعب لما بيدخلوا جوه البركان ويشوف أعداد الأبقار المتوحشة كتير جدا، وكلهم بيسجدوا له. هو طبعا مش بيكون فاهم أي حاجة لغاية ما بيجيله زعيم الأبقار دول، وبيعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه كازار، وبيقول له إن طول عمر الأبقار ضعيفة وبتتاكل من الأسود، فهو عايز نايجل يخليهم آكلي لحوم. وبنروح لسام واللي بيسمع صوت غريب بيقول له يثق في غرايزه عشان يلاقي ابنه، وبتبدأ تظهر له علامات تدله على طريق عشان يوصل لابنه الوحيد. وبنروح لكازار ونايجل، وكازار بيفضل يحكي له عن قد ايه هم كانوا منتظرينه علشان يحررهم من الأسود، وبيحكي له عن اليوم اللي الأسود كانت هتاكله فيه. ولكن دبدوب نايجل فجأة بيقع من السماء، والأسود بتترعب وبتتحرر من وقتها. وكازار مقتنع إنه دبدوب نايجل هو اللي أنقذه، وكل الأبقار كانوا مصدقين إن في يوم هيجي ويحكمهم. وبيطلب كازار من نايجل إنه يخليهم مفترسين، وبيقول له كمان إنه هيبقى هو الزعيم بتاعهم. في الوقت ده بتوصل النسور عشان تبلغ كازار بإنهم شافوا أسد في الغابة، وكازار بيتضايق وبيتعصب وبيطلب من بلاج اللي بيكون المساعد بتاعه إنه يروح يجيب له الأسد ده. والنسور بترجع لراين عشان يأذوه، لكنه بيقع من على الشجرة، ورجله كمان بتتحشر في جذع الشجرة، وبيفضل يصرخ عشان حد ينقذه. فسام بيسمع صراخ ابنه وبيروح في الاتجاه ده في الوقت المناسب، وبيزقر جامد في النسور بيترعبوا ويطيروا بعيد، وبيقدر إنه يحرر ابنه أخيرا. وقتها راين بيعتذر لباباه عن كل اللي حصل، وبيوضح له إن الصندوق قفل عليه وإنه ما قدرش يخرج منه. لكن في الوقت ده بتيجي أبقار متوحشة تحاوطهم، وراين مستغرب جدا لما أبوه بيطلب منه إنه يجري بسرعة، ومش بيكون قادر يفهم هم بيهربوا ليه. وبيسأل أبوه هو ليه ما زقرش فيهم ويخوفهم زي ما حكاله قبل كده، لكن أبوه بيتجاهله تماما وبيكمل جري، وبيقرر يطلع يستخبى على الشجرة. فابنه بيطلع وراه وبيكون مستغرب جدا من ردود أفعال أبوه. وسام بقى بيقرر ينهي الفيلم اللي كان بيمثله على ابنه، وبيعترف له إنه مش هيقدر يواجههم، وبيحكي له عن طفولته اللي كانت في سيرك وبعدين حديقة حيوان، وبيصرحوا إنه ما يعرفش أي حاجة عن حياة البرية، وإن باباه اتخلى عنه وهو طفل لأنه زقرته ضعيفة وقعد في الحديقة طول عمره. راين بيبقى مصدوم ومش مصدق اللي أبوه بيقوله، وبيكون غضبان جدا ومتضايق من كل ده لأنه اكتشف إن كل ده كذب ومش حقيقي. والأبقار المتوحشة بتيجي تهجم عليهم، وراين لأنه ضعيف بيقع من فوق الشجرة، وبلاج مساعد كازار بيمسكه، والأبقار بتكمل رزع في الشجرة لغاية ما سام بيقع من عليها وبينزل على الأرض وبيفقد الوعي. وفي الوقت ده بنروح لبين اللي بيكون في مجموعة خنافس بتزقه على أساس إنه مخلفات، وأول ما بتخلص منهم أخيرا بينده لاري وبريدجيت وبيلاقي نفسه وحده، وبيمشي شوية وبيلاقي سام مرمي على الأرض، فبيفتكر إنه مات خلاص. في الوقت ده بقى راين بيكون وصل عند الأبقار الوحشية، وبيتفاجئ بريدجيت ولاري وأغلب الحيوانات هناك، فبيروح يسألهم انتوا إيه اللي جابكم هنا؟ فبيقولوا له إنهم جم مع أبوه عشان ينقذوه من البرية واللي ممكن يتعرض له فيها. فبيحزن راين وبيحس إنه هو السبب في كل ده، وبيقول لهم إن أبوه هجمته أبقار وحشية وما يعتقدش إنه نجا منهم، وبيعتذر لهم إنه هو السبب في كل ده. وفي نفس الوقت ده بيكون بين مع سام بيحاول يفوقه ويشجعه، وبيفكروا إنه مازال أسد شجاع مهما كانت نشأته وما توحش بده، وبيقول له وهو يائس إن الأبقار قدروا ياخدوا ابنه منه بمنتهى السهولة. فبيتفاجئ بينه وبيقول له إنهم كمان أخدوا بريدجيت ولاري، فلازم يروحوا ينقذوا كل دول لأنهم محتاجين مساعدته. وبيسمع سام صوت غريب وبيقدر إنه يعرف الطريق الصح، وبين بيسأله هو إيه اللي بيحصل، وسام بيقول له إن دي غرايزه اللي بتعرفه الطريق. وأول ما بيوصل سام وبين عند البركان، فجأة بتظهر لهم سحالي عندها قدرة تظهر وتختفي وتتلون بألوان مختلفة. وقتها بنفهم إن اللي كان بيدل سام على الأماكن المظبوطة بيبقى السحالي دي. فبين بيقول له ها دي غرايزك؟ وفي الوقت ده بتبدأ السحالي يعرفوا نفسهم وبيقولوا إنهم عملاء سريين، وبيقول لسام إن الأبقار اتجننت وعايزة تاكل الأسود.
سام بتجيله فكرة عبقرية وقتها، وبنروح للحيوانات جوه البركان وبنشوفهم هم مستغربين من نايجل، والأبقار متوجينه وعاملين له موكب ملكي وبيحتفلوا لأنهم هياكلوا أول أسد وهو راين. ولكن نايجل بيحاول يأخرهم بكل الطرق، وفجأة بيطير نايجل لفوق والأبقار بتفتكر إن ده من قوته، وباقي الحيوانات مش بتكون قادرة تفهم إيه اللي بيحصل. وسط انبهار الكل بيروح بين يستغل إن الأبقار مبهورين بنايجل وبيقدر إنه يهرب راين وباقي الحيوانات. في الوقت ده بقى نايجل بيبقى طاير فوق الغازات البركانية واللي بتتسبب في ظهور السحالب لونها الحقيقي، وبيطلع سام هو اللي شايل نايجل. لكن الأبقار بتفتكر إنه نايجل جاب لهم أسد كبير عشان يقتلوه ويعملوا الحفلة أبقار بقى، ونايجل بيستغل الفرصة وبيقول لهم إن محدش هيقتل الأسد ده غيره، فبيهجم على سام. ولكن للأسف خطتهم مش بتنجح للمرة المليون بسبب راين وتسرعه. الباشا بيتحمق وإزاي نايجل يهجم على أبوه. في الوقت ده بقى نايجل ما بيعرفش يتصرف للأسف، وبيهجموا الأبقار عليهم وبيحاصروهم من كل ناحية. وسام في الوقت ده بيتعصب وبيزقر على كازار ويهجم عليه وبيصارعوا بقوة شديدة، فبيقوم كازار يتعصب جدا وبيهجم على سام وبياخده على حافة البركان. والحيوانات هنا بيقرروا يتدخلوا ويساعدوا سام عشان يقدر ينتصر على كازار، وبينجحوا في إنهم يوقعوا كازار، لكنه بيقوم من تاني وبيضرب سام. فراين بيقرر يتدخل بس للأسف بيكون ضعيف جدا وكازار بيزقه ويرميه على الأرض. في الوقت ده سام بيجمع كل قوته وبيضرب كازار وبيرميه بعيد وبيرجع يطمن على ابنه. فالأبقار في اللحظة دي تاخد صف سام وراين، وكازار بيقوم من تاني وبيأمر الأبقار إنهم يقتلوا سام ويخلصوا عليه هو وابنه. ولكن بلاش بيرفض تنفيذ قراره. سام بيقرر يزقر زقر قوي جدا لدرجة إن كازار بيتخبط في جدار وكل الأبقار بيخافوا جدا. وفي الوقت ده المكان كله بيبدأ ينهار والبركان يثور وكل اللي في المكان بيخرجوا لبره. سام والحيوانات ومعاهم راين بيلحقوا يركبوا المركب على آخر لحظة، والأبقار بيركبوا معاهم بسرعة. وبعد لحظات البركان بينفجر والمكان كله بيتدمر، والحيوانات بتحتفل وبترقص على المركب وكله بيبقى فرحان، وراين بيكون فخور جدا بأبوه. وبكده يكون انتهى فيلمنا.